السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده طبق قلقاس تحفة يا جماعة. من الاخر، قلقاس بالخضرة بس خطير جدا، وعدتكم بيه لما عملنا مع بعض فيديو القلقاس بالصلصة، ولكن اتأخرت عليكم شوية، معلش اعذروني. القلقاس بتاعنا نختار القلقاسية اللي تكون دائرية مش مطولة، وتكون حباية واحدة وبس، يعني قلقاسية واحدة. القلقاسية دي تقريبا وزنها كيلو الا ربع، بتكون تسويتها واحدة، يعني نلاقي الحباية كلها زي بعضها، مش يكون في واحدة مستوية وواحدة مجرمزة مش مستوية. فدي افضل نتيجة يا بنات. القلقاس بغسله جدا تحت المية الجارية وبسفنجة او بقماشة، وانضفه كويس جدا من اي حاجة موجودة عليه، وبعد كده بقشره كويس جدا واقطعه، مش بغسله تاني خالص. دي افضل نتيجة يا بنات. ومعايا هنا بقى شوية من الشوربة كده حلوة، سواء شوربة فراخ او شوربة لحمة، اللي انت حباه. ومعايا هنا القلقاس بتاعي وبنزله بالراحه خالص، ونسيبه بقى يستوي تماما في الشوربه بتاعتنا. ما شاء الله ما بياخدش وقت معانا خالص. عايزه اقول لكم احلى القلقاس اللي موجود في طوبه، بيبقى ممتاز جدا معانا، بيبقى زي الزبده فعلا. ومعايا ده السلق اللي هستخدمه في الوصفه بتاعتنا النهارده. السلق بيختلف عن السبانخ يا بنات، وهقول لكم ليه. وهنا شويه من الكزبره الخضراء الجميله بتاعتنا، ما شاء الله حلوه جدا. هنا بقول لكم ان احنا بنقصقص كتير جدا من السقام بتاعتها، بنستغنى عن جزء كبير منها يعني، بس بحاجه بسيطه خالص. والسلق معانا برضو زي ما احنا ما شايفين، مستغنيه خالص عن السيقان اللي موجوده فيها، هي الورق وبس. انا عايزه الورق بتاع السلق وبس. خلاص يا حبايبي، هنا غسلاه كويس جدا ومنضفاه هو والكزبره، وتمام جدا معانا. معايا هنا في الخلاط، وهنزل بالخضره بتاعتي الكزبره الجافه، ومعايا كمان السلق. هنزل بيهم. السلق ده حوالي يعني حزمتين من السلق، يعني على حسب طبعا الحزمه بتاعتكم، ولكن الكميه اللي احنا شايفينها مع بعض. وطبعا لازم ننقيه كويس جدا، لان بيكون فيه اجزاء مش كويسه، فلازم نستبعدها خالص. وكمان الكزبره بتاعتنا منقينها كويس خالص، يعني بتكون حوالي نص حزمه من الكزبره. هنا هنزل بكوبايه واحده بس من الميه، ودي علشان تساعد الخلاط معايا ان هو يلف كويس ويبقى تمام معانا. وافرمهم كويس جدا في الخلاط. هنا زي ما احنا ما شايفين، لقيت ان هو يعني مش بيدور معايا بسهوله، زودت له كمان، ضفت له نص كبشه من الشوربه. نص كبشه من الشوربه. تقدروا تستغنوا عن الميه خالص وتضيفوا كوبايه من الشوربه يا حبايبي، مفيش مشكله خالص. وعلى القلقاس بتاعي، والقلقاس يعتبر كان دخل في السوا، يعني كان فاضل له حاجه بسيطه خالص. وبنزل بالخليط بتاعي من السلق والكزبره، الكزبره الخضراء، وبصفيهم كويس جدا. عايزين الميه اللي موجوده، لكن التفل اللي موجود معانا ده اللي احنا صفيناه خالص ومتبقي معانا على المصفى زي ما احنا ما شايفين، ده هنعمل بيه احلى طشه يا جماعه، ما شاء الله. وهنا معانا كده القلقاس تمام، وزي ما انا بوريلكم هنا، ده نحتفظ بيه، نحتاجه جدا يا جماعه، ما شاء الله. ومعايا هنا زي ما احنا ما شايفين كده، ما شاء الله، القلقاس بتاعنا مع الخليط الجميل. هنا بقى حابه ان انا اقول لكم على حاجه. اولادي هنا مش بيحبوا بعض الشوائب الصغننه اللي بتنزل في القلقاس، فانا طبعا شلتها لهم خالص بالمصفى. زي ما احنا ما شايفين اللون اختلف خالص، لاني انا صفيتها تماما. وهنا بنختبر القلقاس بتاعنا، وما شاء الله زي ما احنا ما شايفين، يا سلام، تحفة جدا. عايزة اقول لكم بقى، يعني القلقاس ده العشق بالنسبة لي يا جماعة. حاجة حلوة قوي وطعمها حلو قوي وبحبه جدا. سايبينه ياخد غلوتين كمان. ومعايا هنا بقى في طاسة صغيرة كده جميلة، وهنزل بقطعة من الزبدة البيتي الجميلة اللي احنا عاملينها سوا مع بعض. وعايزة اقول لكم بقى يا خراشي على الريحة الجميلة خالص، والطعم التحفة جدا. وهنزل كمان عليها بعد ما تسيح معايا خالص وتفك تماما. او حابه كمان افكركم بالقلقاس بالصلصه الخطير جدا اللي احنا عملناه مع بعض، وكان له احلى طشه برضه عملناها مع بعض جباره يا جماعه. ما شاء الله، كان طعمه حلو قوي. ان شاء الله اسيب لكم الفيديو بتاعنا الجميل ده، يظهر لكم في علامه الاي، وكمان اسيبه لكم في صندوق الوصف. معايا هنا بقى الطشه الجميله بتاعتنا، السلق بقى والكزبره اللي اخدنا الميه بتاعتهم زودناها على القلقاس، واخدنا البواقي اللي اتبقت مننا اللي صفيناها كويس خالص، واستخدمناها في الطشه الجميله بتاعتنا، وبنشوحها كويس جدا. وهنا انا زودت لها شويه من الزيت، يعني حسيت ان هي محتاجه كده. ما بننشفش الخضره بتاعتنا خالص يا جماعه، لا، بس بنديها تشميعه حلوه وبتبقى تمام معانا. هنزل عليها بايه؟ هنزل عليها بمعلقه صغيره كده مليانه، او نص معلقه كبيره من الثوم. عايزه اقول لكم بقى، انا كنت بدور على الثوم بتاعنا الجميل اللي احنا مفرزينه سوا، خطير ما شاء الله، وبيكون لونه فاتح وابيض وتحفه جدا يا جماعه. مش عارفه، انا كنت مستخدماه قريب بس مش فاكره الصراحه انا حطيته فين. هدور عليه في الفريزر تاني اشوفه راح فين، الله المستعان. لان مفيش غنى عنه الصراحه، وما شاء الله بينفع جدا. هنا ببدا ان انا اشوحه بس لحد التومه ما تطلع ريحتها عليا كده وتبقى يا سلام. ابدا انزل بقى بمعلقه صغيره كده من الكزبره الجافه،
خطيرة. وعلى الخليط بتاعي بقى وانزل بالطشة، يا سلام، شموا الريحة بقى وبألف هنا وعافية على قلبكم يا رب. بجد الطبق كان بيتكلم عن نفسه يا جماعة، وريحته كانت خطيرة. بألف هنا وشفا يا رب للي أكل منه، وتسلم ايديكم مقدما يا حبايبي. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، ويوفقنا جميعا اللهم امين. واللايك الجميل بتاعكم لو وصلتم معايا لحد هنا، بحبكم جدا في الله يا احلى اخوات في الدنيا. ونسمي الله بقى ونبدأ نفرغ الطبق الجميل بتاعنا. الف هنا وشفا. يعني القلقاس ده حاجة جميلة، تقدموها بقى مع العيش المتحمص الجميل، او العيش البلدي، تقدموها بقى مع الرز مع مكرونة براحتكم خالص، او تاكلوها بالمعلقة بألف هنا وشفا. يعني زي ما انا ما عملت الصراحه. يعني كان يعني عايزه اقول لكم القلقاس كان زبده. بجد والله كان تبارك الله عليه، بيدوب في البق دوب، يعني بألف هنا وشفا. كان طعمه حلو قوي. عارفه ان في ناس كتير مش بتحب القلقاس، لكن الصراحه جربوه بالطريقه دي يا جماعه. جربوه تاكلوه كده، طعمه خطير. احلى الخضار واحلى الاكلات اللي بتكون في الشتاء. ولما تكونوا حابين تخزنوا حاجه معينه زي السمنه البلدي او القلقاس، احلى وقت ليها في طوبة يا جماعة، والبسلة والخضار الجميل بتاعنا. فما شاء الله الوقت ده بيكون كويس جدا ليهم. يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم حبايبي، ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. والسلام عليكم.